طيب الله أوقاتكم بكل خير أينما كنتم. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني للمرأة تعقد اجتماعها. التنظيمات الإريترية في إيطاليا تقيم أنشطتها. جائزة تنفيذ للطلاب المتفوقين في إقليم القاشبركة. مقتل 38 قرويا في هجوم المسلحين بشمال نيجيريا. حركة طالبان تفرج عن أمريكيين 2 وواشنطن تصفها ببادرة حسن نية. 3 قتلى بانفجار خط لتصدير الغاز من روسيا إلى أوروبا. من العناوين إلى التفاصيل. عقدت الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني للمرأة اجتماعا في أسمرة يومي 19 والعشرين من ديسمبر لتقييم برامج 2022 وبحث الخطط الاستراتيجية الجديدة. وقدم في الاجتماع الذي شاركت فيه مسؤولات الأقاليم وعضوات الاتحاد في المهجر ومسؤولات أقسام الاتحاد تقارير عن التوعية وتنمية القدرات وخلق الفرص وحزمة برامج التصدي في الإقليم. وبحث الاجتماع تشجيع ودعم تعليم المرأة وأنشطة الصحة والوعي السياسي للمرأة وتقوية التنظيم وتأهيل الكادر ورفع القدرات الاقتصادية للمرأة والنضال ضد العادات الضارة وتقوية المرأة الشابة. وقالت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة السيدة تخاتس فاميكيل في الكلمة التي ألقتها أن الاتحاد ظل يعمل بوضع الخطط الاستراتيجية لتحقيق أهدافه ورؤاه، مؤكدة تحقيق أعمال مرضية وضعا في الاعتبار للتحديات والاهتمام بالفرص. وشادت بالمهام التي تقوم بها المرأة في المهجر رغم الضغوطات والتحديات المعيشية. وذكرت عضوات الاتحاد في المهجر أن الإريتري يمنح الأولوية لوطنه أينما كان وسيعملن لتوريث هذه القيم إلى الأبناء. وتوصل الاجتماع إلى تفاهم لرفع الوعي السياسي للمرأة ومواصلة برامج التصدي وتقويتها وتقوية تنظيم المرأة ورفع قدراتها وتمكينها اقتصاديا. عقدت الهيئات الإدارية للتنظيمات الإريترية في 12 مدينة إيطالية هي روما ونابولي وكاتانيا وباري وبروسيا وبيزيا وبولونيا وبارما وفيرونا وتورينو وميلانو اجتماعا تقييميا يومي 17 و18 من ديسمبر في مدينة ميلانو. وأوضح مسؤول الشؤون الشعبية والجماهيرية في إيطاليا السيد جيرماي حتى ميكيل في افتتاح الاجتماع أهمية المرحلة التي تم الوصول إليها بالتصدي القوي والموحد، ومن المهم القيام بعمل مضاعف بتقوية التنظيم وتمتين الوحدة لنجاحات أكبر. من جانبه قدم سفير إريتريا في إيطاليا السيد فيستهاسيان بيتروس توضيحا حول الأوضاع الراهنة في البلاد والمنطقة بالنظر إلى التطورات الدولية. وقال أن جهود الحكومة الإريترية لإحلال السلام والاستقرار والشراكة في المنطقة تحقق نتائج مرضية. وأجرى الاجتماع نقاشا حول التقرير الموحد لتنظيمات شباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة والجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة والاتحاد الوطني للمرأة الإريترية وجالية ولجنة الإعلام واللجنة الوطنية وبحث القصور والمميزات، وأصدر قرارات لتقوية التنظيم والأنشطة. وشهد الاجتماع بصمود وتصدي الإريتريين في المهجر في الأوضاع الصعبة الماضية، مؤكدين القيام بتنظيم متماسك تضاهي المرحلة. أفاد مكتب التعليم في مديرية فورو بأن تغطية التعليم بلغت 94% في المديرية. وأوضح مسؤول المدارس في المديرية الأستاذ إسماعيل علي أن 14 ضاحية من 15 ضاحية تحصل على خدمات التعليم، حيث لم يتم إرساء خدمات التعليم في ضاحية كامهولو بسبب مزاولة سكانها حياة الترحال الرعوية. ويجرى العمل لحصولهم على التعليم أثناء تواجدهم في ضاحية لحزين في شهر سبتمبر وحتى شهر مايو. وذكر ارتفاع انتشار المدارس بنسبة أكثر 9% خلال السنوات الثلاثة الماضية، وازدياد الطلاب بنسبة
10%. وقال أن تجميع القرى أساس تطور، داعيا القرى للتجمع في مكان وسط. وأشار مدراء الضواحي إلى ازدياد المشاركة في التعليم خاصة المرأة لانتشار المدارس في جميع المناطق، مطالبين لبدء مدارس داخلية في مواقع مناسبة للنتائج أفضل. قدم الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بالتعاون مع وزارة التعليم جائزة تنفيذ للطلاب المتفوقين في امتحانات الشهادة المتوسطة للعام الدراسي 2021-2022. قدمت الجائزة في مديرية بارونتو يوم 20 من ديسمبر الجاري للحائزين على نقاط أعلى من 80%. وقال مسؤول الشؤون التنظيمية والسياسية في فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في إقليم القاشبركة السيد ماريكوس غرماسين أن الهدف من الجائزة التي تقدم منذ العام 2011 تشجيع الطلاب المميزين وترسيخ التأثير الإيجابي على الآخرين. من جانبه دعا مسؤول التعليم في مديرية بارونتو الأستاذ داويد كالا الطلاب للعمل المضاعف استنادا إلى الجهود الجارية لتشجيعهم. وقال مدير مديرية بارونتو بالإنابة السيد يماني محاري أن تشجيع الطلاب المميزين جزء من مبادرات رفع كفاءة التعليم والطلاب، داعيا لمنح الاهتمام إلى جانب مبادرات التشجيع لسد النواقص في المعيقة للعملية التعليمية. أعرب سكان فانكو عن الارتياح للخدمات العيادة ورعاية الأمومة والطفولة. وذكرت الأمهات بأن خدمات العيادة وأنشطتها التوعوية أنهت الوفيات ومصاعب الولادة والحمل. وأوضح مسؤول العيادة الممرض إبراهيم أمان أن تنامي الوعي الصحي أدى لمراجعة الحوامل للمؤسسات الصحية والولادة فيها، داعيا لسد النواقص العيادة. من جانبه دعا الممرض يحيى محمد الأمهات لتطعيم أبنائهن بانتظام لإمكانية مكافحة الأمراض بالتطعيم. وناشد مدير ضاحية فانكو السيد إبراهيم الحاج الإسراع في تجميع القرى الذي يبتعد سكانها عن مؤسسات الخدمات الاجتماعية. يقطن ضاحية فانكو التي تبعد مسافة 30 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من تسني حوالي 16,000 نسمة. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. قال سكان وجماعة محلية أن 38 قرويا على الأقل لقوا حتفهم في هجوم المسلحين في ولاية كوندو بشمال غرب نيجيريا. وقال الواكا بانيت المتحدث باسم اتحاد شعوب جنوب كوندوانا أنه خلال الهجوم أطلق مسلحون النار على الناس وأضرموا النيران فيما لا يقل عن 100 منزل. وقال أحد السكان ويدعى سان جوزيف أن المهاجمين قتلوا بعض الأشخاص بالمناجل. وقال بنيت إن 12 ناجيا من الهجمات من منطقة الحكومة المحلية في كوارا يتلقون العلاج في المستشفى. وهاجمت عصابات من المسلحين مئات المجتمعات المحلية في شمال غرب نيجيريا في السنوات القليلة الماضية، كما يواصل متشددون إسلاميون شن هجمات في الشمال الشرقي. ولم يرد متحدث باسم الشرطة النيجيرية على الفور على طلب للتعليق. أفرجت حكومة طالبان عن أمريكيين 2 معتقلين في أفغانستان. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيدي برايس أن الإفراج جاء في بادرة حسن نية وليس في إطار عملية تبادل أسرى أو معتقلين، مشيرا إلى أن الحركة لا تزال تحتجز مواطنين أمريكيين آخرين. ورفض برايس تحديد هوية الأمريكيين 2 المفرج عنهم، وقال أنه لم يتم إطلاق سراحهم في إطار أي عملية تبادل أسرى ومعتقلين، غير أن شبكة CNN الإخبارية ذكرت أن أحدهم يدعى إيفار شرار وهو مخرج سينمائي اعتقل في أغسطس مع منتج أفغاني لم يتضح مصيره بعد، أثناء تصوير موقع هجوم بمسيرة أمريكية أدى إلى مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.
وأطلق سراح المعتقلين الاثنين بعد 3 أشهر من إفراج طالبان عن المهندس الأمريكي مارك فريدريكس مقابل إطلاق سراح بشير نورازي، وهو مهرب مخدرات مدان تحتجزه الولايات المتحدة منذ العام 2005 ومنحه الرئيس الأمريكي جو بايدن عفوا. لغى 3 عمال حتفهم وأصيب شخص آخر بعد أن تسبب تسرب للغاز في انفجار كبير بخط غاز روسي يستخدم لتصدير الغاز من سيبيريا إلى أوروبا. وما زال سبب التسريب في خط يورينوغ بوماري أو جو رود في جمهورية تشوفاسية الروسية غير معلوم وفق إعلان السلطات. وأظهرت صور ومقاطع مصورة ملتقطة من موقع الانفجار كرة ضخمة من اللهب قرب قرية باتخونية التي تقع على بعد نحو 600 كيلومتر شرق موسكو. وأرسلت شركة غاز بروم الحكومية للغاز فريق الطوارئ لإجراء أعمال إصلاح. كما من المقرر أن تتولى لجنة معينة خصيصا التحقيق في سبب وقوع الحادث. وبدأت سلطات التحقيق المحلية للإجراءات الجنائية المتعلقة بانتهاك قواعد السلامة. في احتفال عودة تاريخي في العاصمة النيجيرية، أعادت وزارة الخارجية الألمانية الناليانا بيربوك ومسؤولون آخرون 22 قطعة برونزية مسروقة خلال القرن ال19 من بينها من بنين إلى وطنها. وقالت وزير الخارجية الألمانية بيربوك خلال التسليم الرسمي في العاصمة النيجيرية أبوجا: نحن هنا لإعادة جزر بنين البرونزية إلى حيث تنتمي إلى شعب نيجيريا. ووصفت وزيرة الثقافة كلادي روز في أبوجا إعادة 22 قطعة برونزية ثمينة نهبها المستعمرون البريطانيون عام 1897 وبيعت في المتاحف في جميع أنحاء العالم بأنه يوم تاريخي. وقال وزير الإعلام والثقافة النيجيري الحاج لامي محمد خلال كلمة ترحيب في حفل التسليم: قبل 20 عاما وحتى قبل 10 أعوام لم يكن أحد يتوقع عودة هذه القطع البرونزية إلى نيجيريا، لأن العقبات التي تحول دون تحقيق العودة إلى الأرض الوطن كانت ستبدو مستعصية على الحل، ولكن مع لفتة رائدة لأمة صادقة ألمانية تغيرت القصة. تذكير بأهم العناوين مرة أخرى. الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني للمرأة تعقد اجتماعها. التنظيمات الإريترية في إيطاليا تقيم أنشطتها. جائزة تنفيذ للطلاب المتفوقين في إقليم القاشبركة. مقتل 38 قرويا في هجوم المسلحين بشمال نيجيريا. حركة طالبان تفرج عن أمريكيين 2 وواشنطن تصفها ببادرة حسن نية. 3 قتلى بانفجار خط لتصدير الغاز من روسيا إلى أوروبا. انتهت النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. إلى اللقاء.